جميعا هنبدأ النهاردة نعمل مشروبات رمضانية تروي العطش وبتساعد على إن احنا نعوض شوية من السكر اللي فقدناه فترة الصيام ال14 ساعة. هنعمل الخروب وقمر الدين والسوبيا والكركديه. ما بعملش قوي العرق سوس والدوم علشان هم عندهم مشكلة، العرق سوس بيعلي الضغط والدوم بيوطي الضغط. يعني الحاجات دي مش مطلوبة قوي في الصيام، يعني عشان ما نبقاش برضو بنعمل حاجات تضرنا اكتر ما تنفعنا. بنجيب القمر الدين، عبارة عن لفة زي ما احنا شايفين كده. وقمر الدين ده عصير مشمش زي ما احنا شايفين مركز، وبيبقى معمول بالسكر وكل حاجة. احنا بس هنضيف حبة سكر صغيرين علشان الناس بتحب الحاجة مسكرة شوية في فترة الفطار. وده الكركديه، دي الثمرة بتاعته نفسها، الزهرة بتاعته. يستحسن ان انا لما اجيبها من عند العطار اجيب النوع اللي هو الزهرة بتاعته كاملة مش متكسر. ده اولا هتدي تركيز عالي، وهتبقى الزهرة نوعها فاخر، مش مكسرة ومش حلو. وده الخروب، ده خروب مجروش مخصوص للعصير علشان يتغلي. والسوبيا مكوناتها هيبقى كوب لبن وكوب لبن جوز هند، وده مسحوق السوبيا من عند العطار، بجيبه كده على بعضه، ده بتبقى حوالي ربع كيلو، وكوباية مية. ممكن نستبدل لبن جوز الهند ان احنا نعمله بالجوز الهند المبشور، نبشره كويس قوي في الكبة كأننا بنفرمه في الكبة. هنبدأ بقى بأي العصاير بتاعتنا لازم تبقى مية مغلية، وهنصبها فيها ونسيبها تغلي براحتها. عملنا اهو الخروب ومية كمان للكركديه. هنسيب الخروب لحد ما يغلي، نحس ان لونه كده خرط مع بعضه زي ما بيقولوا، وهنصفيه. وبعد كده بضيف السكر، يعني ما بحطش السكر وانا لسه بغليه، لا، بعد ما بنصفي وكل حاجة نبدأ نحط السكر. يعني بصي لونه بيبقى لونه غامق كده. انا غليته كويس جدا، يقعد معاكي نص ساعة، ساعة الا ربع زي ما انتي عاوزة، لان هي الثمرة نفسها بتاعة الخروب ناشفة، فبنحطها براحتنا، يعني مفيش اي مشكلة ان احنا نسيبها. بس لحد بقى ما يندوب منه السكر ونلاقي طعمه كده جميل، نظبطه حسب طعمنا ما احنا عاوزين. كركديه نفس الوضع برضو، بصفي الثمرة بتاعته، احط له السكر، نفس الخطوات ما فيهاش اي حاجه. طبعا انا بتحكم فيها برضو ان انا ازودها او اقللها. برضو بالنسبه لعصير قمر الدين، انا بدوب اللفه دي في الميه السخنه وبحط لها السكر برضو واضربها في الخلاط. بالنسبه للسوبيا هي برضو احط كل المكونات اللي موجوده دي قدامنا على بعضها في الخلاط، ونضربها ضربة حلوة كده لحد ما نحس ان هي كل الخليط كله امتزج ببعضه. وطبعا كل العصاير دي بتبقى على التلاجة على طول. بس شفتوا الموضوع بسيط خالص جدا، وبالهنا والشفا، ودايما يا رب كده متجمعين. كل سنة وانتوا طيبين. تمنياتي ليكم بحياة سعيدة.